عمرك سألت نفسك ليه مهما قبضت الفلوس بتخلص بسرعة؟ بتحاول توفر بس كل شهر بتبدأ من الصفر. الكتاب ده ممكن يكون نقطة التحول في حياتك المالية. اسمه I will teach you to be rich، يعني هعلمك إزاي تبقى غني. تأليف راميت ساثي. أول حاجة، غير فكرتك عن الفلوس. الفلوس مش عدوك، ومش لازم تبقى خبير استثمار علشان تبني ثروة. الغنى مش صدفة، دي طريقة تفكير. راميت بيقول اصرف على اللي بتحبه بس بوعي، يعني ما تديش ظهرك للسعادة لكن ما تتهورش. تاني حاجة، اعمل نظام يمشي لوحده. بدل ما تقعد كل شهر تفكر هتوفر قد ايه، خلي الفلوس تتقسم لوحدها. 50% مصاريفك، 30% المتعة، 20% للتوفير والاستثمار. وأهم حاجة، تعمل ده أوتوماتيك. مرتبك ينزل وكل قرش يروح في مكانه. تالت حاجة، ابدأ صغير بس ابدأ. ما تستناش يبقى معاك مبلغ كبير. ابدأ ب100 جنيه حتى ب50. المهم الوقت مش الرقم. كل يوم بتأجل بتخسر سنين قدام. افتح حساب، استثمر، وابني عادة. رابع حاجة، اصرف على اللي يفرحك وقلل من الباقي. لو بتحب الكافيهات خليك فيها، بس ما تدفعش اشتراك جيم انت مش بتروحه. ركز تصرف على ايه ووفر من اللي مش فارق معاك. دي اسمها أولويات مالية. خامس حاجة، الغنى مش هدف، ده أسلوب حياة. كل مرة بتختار تأجل الشراء أو توفر أو تستثمر، انت بتقرب من الحرية المالية. الغنى مش بيجي بيوم وليلة، ده بيبدأ بخطوة ويمشي بثبات. بداية، ابدأ النهاردة حتى لو خطوة صغيرة، وبعد كام سنة هتشكر نفسك إنك بدأت. وده كان ملخص كتاب I will teach you to be rich، راميت ساثي.